بصوا هنعمل النهاردة الزبدة النيوزيلندي دي بطريقة بسيطة، ومكونات كلها موجودة في البيت. يا رب تعجبك. بصي جمالها، بصي هي بتسيح لوحدها اهي، مبتاخدش وقت بصراحة، سريعة الذوبان، حلوة ناعمة. فان شاء الله نعملها. يلا بينا على طريقة العمل ونشوف المقادير بتاعتها. مكوناتها بسيطة جدا، واحنا وفرنا في الغلا اللي احنا فيه ده ان احنا عملنا حاجة في البيت عملت معانا حاجة كويسة. حبايب قلبي، هنعمل النهاردة الزبدة النيوزيلندي بمكونات عندنا في قلب البيت. ده حليب كامل الدسم، جايباه من الفلاحة، مش مغلي طبعا. ودي كوباية زبدة فرن او اي نوع زبدة انت حباه، بس الزبدة الفرن هتديها طعم حلو. تمام. انا سيحتها، مش غليتها على النار، سيحتها خليتها دافية. حتى لو تلاحظوا تحت اهو الجزء الاصفر ده يعني ايه ماسكة شوية. ودي كوباية زيت شفاف، زيت عباد شمس. الخطوات اللي احنا هنعملها كالاتي: هنجيب شفشق الخلاط عندنا، هنحط فيه كوباية الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحليب ده بخيره، مش منزوع منه قشطة ولا منزوع منه اي حاجة خالص. هنوسع لنفسينا كده شوية. نجيب شفشق الخلاط، هنضرب الحليب شوية. بصي هيعمل ايه زي فوليوم كده. تمام. هنجيب بقى الزبدة بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم، هنحطها على الحليب. طبعا ممكن تعملي كوبايات اصغر من كده زي ما انت عايزة، فانا كان عندي هنا زبدة، قلت بالمرة بقى ايه نجرب ترند اليوتيوب، الزبدة اللي عمالين يحكوا عنها، ونشوفوا النتيجة بتاعتها. انا حطيت الزبدة على اللبن. تمام. الضرب بتاعها هيبقى تكة وتقفلي، تكة وتقفلي. انا عملت كده، هقفل. هتستمري على كده عشان تتجانس مع اللبن. هنتننا نعمل كده لغاية ما اوريكم الخطوة اللي امتى هتحطي فيها الزيت. هنبص مع بعض كده ونشوف. شايفين بدأت ايه تفصل القشطة، قصدي الزبدة بدأت تفصل ويبان منها اللبن. هنديها تكة كمان برضو. بصوا شايفين بدأت تنزل اللبن بتاعها، بتاع الزبدة فصلت مني اهي. هبدأ انزل الزيت حبة حبة، دفعة دفعة.
ربع معلقة ملح، وعندي عصرة ليمونة. هنقلبها كده عشان الزيت ينزل تحت، عشان ما تبقاش تقيلة على خلاط. كل ما الزيت يختفي حط لها. اخر حبة بقى. بسم الله. هنحط بقى عصرة الليمون. بصوا هي كده بقت كريمية معايا اهي، شايفينها؟ هحط عصرة الليمون دي كمادة حفظ، وهديها برضو ايه ضربة كمان. كده زي الفل، وما خدتش معانا وقت خالص. بصوا حبايبي، اللي انتوا بتروحوا تشتروها غالية، وطبعا الغلا اللي احنا فيه حاليا دلوقتي والدنيا بايظة معانا، فاحنا هنعمل ايه؟ هحضر القالب وارجع لكم تاني. بصوا انا عندي قالب كيك، اي قالب عندك مش شرط زي ده، مربع مدور اي حاجه، ومعايا كيس كبير، او عايزه تحطي ستريتش حطي براحتك، المهم حاجه عشان ايه تصبي عليها تعرفي تطلعيها. ماشي، هنسمي الله بقى ونفرغها في القالب بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا مش هنسيب اي حاجه فيها.
طبعا هتحطيها في التلاجة. بس قبل ما احطها بقى في التلاجة والكلام ده، عايزه اوزنها اشوفها قد ايه. طبعا احنا المفروض كنا نوزن القالب، بس مش مشكله هنوزنوها كده. عامله بالقالب 994 جرام. هقرب لكم عشان تشوفوا. شايفين؟ فطبعا احنا ما عملتش كيلو بالظبط، لا، ده على حسب ايه المقادير اللي انت بتحطيها للكوبايه. هنحاول بقى ايه نقفل عليها ونحطها في التلاجة، نحطها في الفريزر زي ما انت عايزه. بحيث ان احنا ما تعملش طبقة قشرة. تمام. وهنسيبها كده في التلاجة، ولما تجمد هوريكم ان شاء الله النتيجة نظامها ايه. وبكده حبايبي احنا طلعناها من التلاجة اهي، او من الفريزر زي ما انت عايزة وانت مستعجلة عليها. نجيب الطبق. بصوا جيبي السكينة بقى قطعيها زي ما انت عايزة، حطيها. بسم الله. طبعا هي بس عشان ايه انا مطلعها من الفريزر. بصي بتسيح. طعمها حلو. النتيجة بصراحة صدمت الواحد. تقطع بقى كده، تحطيها في علبة في التلاجة طبعا. من ما تعوزي تستخدمي منها قطعة، هنعمل لكم منها بعد كده بيض بالبسطرمة. بصي عاملة ازاي جميلة والله. بتعمليها في سندوتش مع المربى، مع العسل، مع اي حاجة انت حباها. حاجة من بلاش يعني. بصوا مجرد ما طلعت اهي يا دوبك. بس طبعا لازم تحتفظي بيها في التلاجة، ما تسيبهاش بره، ان حتى الزبده بتاعت بره اللي احنا بنسيبها برضو بتبقى فيها نسبه ان هي ايه بتسيح شويه. فكده يبقى احنا عملنا الزبده النيوزيلندي بتاعتنا بكوب حليب وكوب زبده وكوب زيت. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتدوسي لايك عشان يوصلك كل جديد من اشعارات القناه، واي فيديو جديد انا بنزله يوصلك. ويا ريت تزوري قناتي التانية وصفات مضمونة مع حنونة، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.